السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم اي ابراهيم ودي قناتي اوي المطبخ. بداية كده وصفة النهاردة موجودة على اليوتيوب من حوالي 3 سنين. عملتها قنوات اجنبية وعربية. عجبتني جدا الفكرة فحبيت اعملها معاكم في فيديو. بس صراحة الفكرة بالنسبة لي جديدة لاني اول مرة اعملها. عجبتني جدا كمان الفكرة لأن وصفة النهاردة بمكونات طبيعية وكمان مفيدة موجودة بإذن الله في كل بيت. شوف الطريقة بس متنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أول حاجة بقى معايا كده بشر 2 برتقالة، معايا كمان بشر 3 ليمونات كبار. باخد طبعا القشرة الخارجية بس ما باخدش القشرة البيضاء. معايا كمان نص معلقة من الكزبرة الحب، وكمان معايا 3 عيدان من القرفة، معايا 10 حبات من القرنفل، معايا كمان معلقة كبيرة من الشاي ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل. بالنسبة بس للكزبرة يعني لو ما عندكيش اللي هي الحب تقدري تحطي اللي هي المطحونة، ولو حابة برضو تحطي الزنجبيل فريش ممكن تحطي حوالي 3 قطع صغيرة. ابدأ بقى اكسر كده القرفة واقلب المكونات واركنهم على جنب. طب تاني خطوة معايا ايه؟ معايا كوبايتين من السكر عايرتهم بمج الشاي العادي، بسيبهم على النار على نار وسط لحد ما السكر يكرمل معايا من تحت. ببدأ ان انا اقلب، ما بقلبش الا لما بلاقي السكر كرمل معايا من تحت، بحيث اني لو جيت قلبت قبل كده بيبدأ ان السكر يكتل معايا. ابدأ اقلب بقى كده لحد ما ياخد السكر معايا اللون البني الغامق ده. بعد ما ياخد اللون الحلو ده هبدأ بقى انزل بكوبايتين من المية الدافية. طبعا وانا بحط المية بحاول ان اخلي مسافة بيني وما بين الحلة لان درجة حرارة الكراميل بتكون عالية، عشان بس لا قدر الله يعني ربنا يعافي الجميع بس ما يحصلش اي طشطشة او حاجة، لانه لما بيغلي بيحصل طشطشة شوية. هبدأ بقى اقلب كده، بعد ما ياخد غلوة هنزل بالمكونات اللي معايا. هسيبهم برضو كده لحد ما يغلوا غلوة. هبدأ بقى احط عندي عصير 3 ليمونات وكمان عصير ال2 برتقانة اللي انا طبعا بشرته. هبدأ بقى اسيبهم يغلوا كده حوالي كده 4 غلوات بحيث يتقل معايا القوام شوية، يعني يبقى قوام وسط لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. طب اخر اضافة معايا ايه؟ ودي اضافة اختياري، دي نص معلقة صغيرة من اللون البني الغامق البودر. حطيت عليهم معلقتين من المية، قلبتهم وحطيت بحيث بس اللون يغمق معايا شوية. جبت كمان مصفى وحطيت فيها مناديل مطبخ عادية، وهبدأ ان انا اصفيهم بالشكل ده. هسيبه بقى كده على جنب يبرد لحد ما يبرد تمام. اجهز بقى كوباية عندي، احط بقى كده شوية تلج حلوين، وهبدأ بقى اجهز الكوباية الربع والتلات ارباع. الربع مشروب الكولا اللي انا عملته، والتلات ارباع عندك بقى حل من 2. يا اما تحطي يا اما تحطي بقى مية فوارة ودي بتيجي من عند اي سوبر ماركت، يا اما تحطي حاجة طعم الليمون. طب انا حطيت ايه؟ انا حطيت صراحة حاجة ساقعة بطعم الليمون، لاني دورت عندي هنا على المية الفوارة في المنطقة عندي يعني ملقيتهاش خالص. بعد ما قلبت بقى تعالوا بقى كده نشوف الطعم ونحكم. عايزة اقول لكم ان الطعم حلو جدا، يعني يشبه الجاهز بنسبة 70%. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.